بس الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله في السراء، الحمد لله في الضراء. اللي بيدعي لي يكمل دعاء، واللي بيحبني يدعي لي. انا مش طالب منك غير الدعاء. طبعا اشترك في القناة، فعل الجرس، لايك، كومنت وشير، عشان نقدر ان احنا نوصل لكل الناس. عارف ليه؟ عشان انا عايز افعل الدخل على القناة دي بس، مش اكتر. عشان عايز ابدا اكسب فلوس من ورا القناة. يا جدعان تعبان جدا، يعني انا مش عايز اقولك ان انا تعبان قد ايه، بس انا تعبان قوي يا جدعان، تعبان تعب السنين. وبفكر جدا في انهاء هذه المهزلة التي يطلق عليها لقب الحياة. يعني بجد انا تعبان قوي، تعبان تعبان، وما عدتش قادر اعيش بجد. يعني ما عدتش عايز اعيش، ولا قادر اعيش، ولا عارف اعيش. الموضوع صعب جدا قوي، الموضوع صعب جدا. احنا هنشتغل على القناة دي. طبعا كان في مخطط ان احنا نعمل قنوات تانية، بس احنا هنشتغل على القناة دي عشان مش هينفع ان احنا نشتغل على قنوات تانية. مفيش اي امكانية، مفيش اي قدرة، مفيش اي فرصة، مفيش اي وقت، مفيش اي مجهود، مفيش اي فلوس عشان نشتغل على قنوات تانية. احنا اصلا من اساسه مش عارفين نشتغل على القناة دي، فازاي بقى نشتغل على قنوات تانية؟ فده انا بعتبره نوع من انواع التشتيت، وانا بعمل علاج لنفسي كده اسمه العلاج بالتشتيت. فاتمنى ان العلاج يكون نافع. يعني ايه العلاج بالتشتيت؟ انا بتغلب على الالم والوجع والتعب والحزن والهم والغم والاحباط واليأس والاكتئاب عن طريق ايه بقى؟ عن طريق التشتيت. بشتت نفسي في مليون حاجة، وانا متعدد الشغف، عندي شغف رهيب، وعندي مهارات ومواهب ومؤهلات، بس للاسف الشديد راحه للناس مش راحه ليا، بسبب الالتزامات اللي عليا، ديون، جمعيات، اقساط. فمش عارف اشتغل لنفسي، فمش عارف اعمل اي حاجه في اي شيء. وطبعا خيري بيروح لغيري، وما باخدش غير ملاليم. ده لو خدت الملاليم دي اصلا من اساسه. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله في السراء، الحمد لله في الضراء. هتقول لي اتعلمت ايه في 2024؟ هقول لك اتعلمت حاجه واحده بس: صاحبي هو قرشي، وعمي هو دراعي. غير كده مفيش. طز في اي حاجه، طز في اي شيء، طز في اي حد. يا ريت الناس اللي بتحبني تدعي لي بالتوفيق. ايوه يا جدعان، ادعوا لي بالتوفيق في حياتي، النجاح في شغلي، الشفاء العاجل، وراحه البال، والستر، والصحه، ورزق العيال، وابعدني، وان ربنا يبعدني عن الناس ويبعد الناس عني. انا مش عايز الناس. طز في اي حد، طز في اي شيء، طز في اي حاجه. خلاص يا حبيبي، خلاص انا ما عدتش عايز حد. انا ما عدتش عايز حد في حياتي. انا الحياه بالنسبه لي بقت انا وبس. والله العظيم يا جماعه انا بقيت عايش على الهامش، عايش مش هنا، مش هنا ولا هنا، انا عايش فوق. انا عايش عشان دماغي. مش معنى كده ان انا اشرب حاجه عشان انسى. اشرب عشان تنسى. انا مش هعرف انسى، لان انا للاسف الشديد ما بعرفش انسى. مش ناسي الماضي، ولا عارف اعيش الحاضر، ولا عارف احلم بالمستقبل، ولا قادر احلم بالمستقبل. انا خلاص يا جدعان، انا في الشلاحات. انا في الشلاحات حرفيا بكل معنى الكلمه. انا كل يوم بيكون اسوأ من اليوم اللي قبله، اجتماعيا، سياسيا، دينيا، جسديا، نفسيا، ذهنيا، روحانيا، عقليا. كل حاجه بايظه، كل يوم اسوأ من اليوم اللي قبله.